دائما نواصل اللقاءات مع العديد من الفاعلين السياحيين على المستوى الوطني. نحن في مدينة فاس، بطبيعة الحال فاس المدينة العلمية والتي لها عديد من المؤهلات سواء على المستوى السياحي. معي الأستاذة الفاضلة بطبيعة الحال غادي نتعرفوا عليها السيدة المديرة. اسم النسب؟ ضحى المكالل. ضحى، صباح الخير أستاذ ضحى. صباح النور ومرحبا بكم. مرحبا والف مرحبا بكم في مدينة فاس. احنا دوكا في الرياض، رياض دار ليس بطبيعة الحال اللي غادي نكتشفوه معاك ونعرفوا الخصوصيات ديالها فيها. بس هذا هو الباب ديال الرياض ياك؟ وي يمكن دقي نشوف هاد الناس واش بون. احنا غادي نتكلموا. السلام عليكم، كلشي بخير. حنا جيناكم نسمعوا رجال. كي دايرين بخير؟ الامور هانيه؟ كي دايره الصحه؟ مرحبا. طيب، هذا المدخل ديال المؤسسه السياحيه اللي هي ليس. قبل ما حنا شنو هي خصوصيتها ولا باش تمتاز هذه المؤسسه؟ غادي نتكلموا عليها. دار ليس ابتداء ديجا من الاسم ديالو اللي هو ليس، هي واحد الزهره لا فلور دو ليس اللي حنايا سمينا بها الرياض. عندنا هذا المدخل اللي دخلنا منه تاع درب بناني، بالاضافه الى مدخل ثاني على الطلعه تاع الزيات. عندها جوج مداخل. مدخل اللي هو بيتونيي على البطحه، ومدخل اللي بالسيارات اللي على الزيات. عندنا الباركينغ ديالنا بريفي، هو تيتكون من 18 غرفه اللي فيها دي سويت فاميليال اللي غنشوفوا بيان سور من بعد. عندنا ريستورون. مرحبا. حنا دوكا حنا فواحد الفضاء سميتو واحد الفضاء اللي هو جميل، اللي تيعطي واحد النوع ديال الخروجيه. هذا خاص بالتغذيه ولا بالمطعم ولا باش؟ هذا خاص بالمطعم. هنايا الطعامه الناس تنبروبوزيو الفطور هنايا. اييه. ومن بين الخصوصيات تاع الرياض ديالنا هو ان سميناه دار. علاش سميناه دار؟ تنبغيو ان السائح فاش يجي عندنا لمدينه فاس ماشي باش يشوف مدينه فاس فقط، باش يعيش معنا داك الحميميه تاع الاسره. يعني هادو دار بحال كيجيو معرفه طبيعه الحال. اكزاكتومون. اذا غادي دائما نواصلوا هذا اللقاء. مجله نادي الصحافه بطاقم الاداري والاعلامي اللي خرجنا لفاس توجنا واحد المجموعه من الفاعلين السياحيين، ودون شك غادي يتم تتويج هذه المؤسسه هذه بطبيعه الحال دون شك تنعلوها من الان نظرا للمكانه ديالها، ولا غادي نتعرفوا على الخصوصيه ديالها. دابا غنخليكم مع مراد الفرونت اوفيس ماناجر ديالنا اللي غيتكلم لكم اكثر على الطريقه اللي كنستقبلوا بها السياح وكيفاش كيتعاملوا مع السياح باش يخليوهم يعيشوا داك التجربه ديال الاسره هنا عندنا في دار ليس. ما فيها باش تعطيها الميكرو. بيان. مرحبا بكم بعد عندنا، كنتمنى يكون عجبكم الحال. الوغ دار ليس هي من بين الرياض اللي جداد. حنا تقريبا مازال ما كملناش السنه، بدينا في 15 في جونفي. دونك ليطابليسمون كتكون من 18 غرفه، من بينها جوج لي سويت، وعندنا جوج ريستورون مغربي وانترناسيونال يعني تيبيكمون فرونسي، وعندنا لو سبا ديالنا اللي كتميز ببرودوي مزيانين. حنا كي معروف علينا في فاس وكازا كيجيو عندنا اغلبيه لي زاميريكان، هما كيجيو من تنوع البلدان العالم، ولكن اغلبيه كيكونوا لي زاميريكان هما اللي كيجيو عندنا. شنو هي القوه ديال هذا الرياضه؟ شنو هي القوه ديالو؟ القوه ديالو هو الميلونج اللي جامع بين المغربي التراديسيونيل الاصاله والمعاصره. تفضل. شيماء تقدم لكم. مرحبا بكم عندنا، ان شاء الله نتمنوا تجيو عندنا ويعجبكم الحال ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. مرحبا. بالنسبه للوطيل ديالنا حنا كيعتمد على بزاف ديال بالنسبه للكليون كيجيو عندنا مختلف الانواع. دونك هما كيكونوا دي امريكان، دي فرونسيز، دي اسبانيول، كلشي كنفرحوا بهم ونتعاملوا معاهم. بيان سور حتى الاسر المغربيه. بالنسبه لي ريستورون عندنا ريستورون ماروكان انترناسيونال، عندنا سبا اي لا بيسين. بيان سور. اذا تنشكروك. مرحبا بكم، كنت نتمنوا هذه الزياره دائما ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. غادي نعاودوا نكملوا هذه المسيره هنا في هذا الفضاء الجميل. قلنا دار ليس. هاد ليس اللي شكلتي شكل واحد لا فلور واحد المربع اكزاكت. ها هي طبيعه الحال لا ليس. الرياض ديالنا كله فيه الرمز ديالنا اللي هو لا فلور دو ليس. انت بحال هاد الرياض بدينا فعليا بدينا في شهر 2 فبراير 2023.
طبعا هذا هنا فين كاين هذا صالون استقبال، يعني فاش يجيو عندنا الضيوف ديالنا تنستقبلوهم في هذا الصالون، تنستقبلوهم باتاي كي حنا معروفين المغاربه، اتاي ودواز اتاي ضروري غريبه وفقاص هذا فضاء عندنا ممكن نفتحوه في الصيف، وهو فوالا مغطي في الشتاء مفتوح في الصيف. الاغلبيه تاع لي كليون ديالنا كيبغيو ياخذوا الفطور هنايا في لو باسيو. اكزاكتومون. هذا الشومبر هذا ريستورون. بيان سور كنحافظوا على الطابع المغربي ديالنا في لا ديكوراسيون، في دونك كيما شفتي نشوفوا فيها كاينه واحد النوع ديال تدلاك على ما اظن. اكزاكتومون تدلاك. اي لا منين فاس مزيان. وتنشوف هاد الزخات تعطيو واحد الجماليه بطبيعه الحال. هاد الجميع الغرف ديالكم. طيب شنو هما الاطباق اللي تقدموا؟ اغلبيه غادي نشوفوهم بيان سور ضروري. غادي نخليو حتى نشوفوا هاد الاطباق. مرحبا. غادي نوصلوا تما. باقي شي غرفه ما شفناها هنا تحت. باقي الصالون المغربي اللي فيه المغاربه بطبيعه الحال. اكزاكتومون. لا تيجلسوا فيه حتى لي انترناسيونال، فيهم الطبله بالطابع المغربي اللي كيتغداو وكيتعشاو اذا كانوا دي جروب دو دي. عندكم فضاءات متنوعه ومختلفه بطبيعه الحال، كل واحد يعني كل وحده بالخصوصيه ديالها. اذا دائما نواصل هذا اللقاء. إذا دائما نواصل هذه الجولة داخل رياض ليس بمدينة فاس. معي الأستاذة المسيرة لهذه الوحدة. غادي نحاولوا نكتشفوا جمالية بعض الغرف بطبيعة الحال. عندي واحد السؤال، واش كل غرفة تعطيوها سمية ولا ما عندكمش كل لا بالأرقام ولا؟ عندنا 4 تاع الأنواع ديال الغرف. دونك لا شامبر كلاسيك، لا دولوكس، لا سوبيريور، ولي شامبر فاميليال يعني العائلات. ولكن شنو كيتميزوا الغرف ديالنا؟ كل وحده والشكل ديالها مختلفه. اكزاكتومون. تفضل اسيدي. هذه معنا لا شامبر سوبيريور. هذه غرفه ماشي سويده، هذه غرفه عاديه. مرحبا. هذه غرفه عاديه طبيعه. لا هذه لا سوبيريور، هذه الكبيره في الغرف ديالنا. ولكن جميع الغرف ديالنا فيها نفس لي زيكيبمون. l'appareil Nespresso, le mini-bar, tout ce qu'il faut, toutes les chambres عندنا. عندها خصوصية تبارك الله كبيرة في جميع الشروط ديال الراحة والسلامة. اكزاكتومون. مرحبا. وكاينين اللي فيهم حتى البالكون، اللي في البروميير ايطاج فيهم البالكون. مرحبا. هذا لا دوش. وتنشوف كذلك ديال حتى الادوات ديال الشامبان تا حديث. اكيد تيكون تعقيم بدون شك. بيان سور. وكنخدموا بدي برودوي بيو، وكيما شفتي كنحافظوا على الطابع المغربي حتى في الغرف ديالنا، الشبيكات، لا ديكوراسيون. اذا غادي نحاولوا. اذا هذه الغرفه هذه خصوصيتها طبيعه الحال. اذا كل غرفه كما قلنا عندها خصوصيه مختلفه تختلف عن الاخرى، وكل وحده ضغط على البنك وحده ضغط مثلا على الشارع. غادي نشوفوا بعض النماذج. إذا بعد ما شفنا لا شامبر سوبيريور، دابا غنوريكم لا شامبر فاميليال اللي عائليه، اللي اغلب لي كليون ديالنا اللي كيجيو دي فامي كيفضلوا هاد الغرفه باش يبقاو قراب من وليداتهم. تتكون هي من غرفتين. هاد الغرفه الاولى فيها ان غران لي، والثانيه فيها 2 لي سيباري، ولكن تتمتاز بجوج تاع لي سال دو بان، يعني جوج تاع لي تيلي. إذا بغاو مثلا يسدوا الباب بين جوج الغرفتين راه ممكن. مزيان. إذا ما فيها باس نسولوا. صباح الخير، كي داير لاباس؟ كلشي بخير الله يبارك فيك. ما فيها باس نقدم لنا الأستاذة لاله فاطمه الزهراء، لا غوفرنونت ديالنا اللي بدا بها هذا الرياض. ما كاين والو، لأن حنايا أهم حاجة عندنا هي النظافة ديال هذا الرياض. شنو التوجيهات تاع الميكرو كيف توجهها للبنات اللي معاك نديروا لهم؟ الصباح فاش كندخلوا كناخذوا لا ليست، كنشوفوا لي شومبر اللي عندنا، وكنركزوا اكثريه على اننا نبدلوا لي زور شاك جور. كلشي بروبر، يكون عندنا كلشي نقي، وكنهتموا باش الكليان اللي جا عندنا يجي عندنا مره واحده اخرى. حتى شي مشكل مع الزبناء؟ لا الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل. اذا الامور غاديه مزيان اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا كنسهروا ان الكليان ديالنا فاش يجي يكون ساتيسفي، يكون فرحان باش يرجع عندنا مره واحده اخرى،
وكنوفروا له جميع وسائل الراحه باش يمشي يعجبو الحال. هذه هي اهم حاجه عندنا. هو الاساسي الصراحه. شكرا. زيدي هنا. دونك هذه هي لا شومبر تاع لو كليون واجده محطوط فيها الفيل كلشي مزيان ياك فاطمه الزهراء مفيريفي كلشي صافي غير الكليون نعطيوه لو باس. مرحبا. شكرا فاطمه الزهراء. أستاذة ضحى، طبعا حنا في هذا السطح طبيعة الحال نشوفوا المسبح وفي هذا الجو الشتوي طبعا. بغيت نعرف شنو هي الحدود الجغرافية ديال هذا. كما سبقت وقلت لكم الرياض جا في درب البناني اللي هو معروف في فاس، تيتواجد في البطحه حنايا على 2 دقائق او 3 دقائق على ساحه بوجلود اللي باب بوجلود اللي كلشي كيعرف باب بوجلود في فاس، اللي كلشي كيجي يزور باب بوجلود في فاس. حنايا قرابين للمدينه 2 مينوت ابي للمدينه، دونك ماشي بعاد. اذا انتم في القرب النابض ديال المدينه العتيقه بمدينه فاس. اكزاكتومون. سبالوتوس غادي نشوفوا. وي مرحبا بكم. السلام عليكم، كي داير لاباس؟ كلشي بخير؟ مرحبا. اييه فوالا. غنخلي اسماء الماناجر ديالنا تاع السبا اللي غتقدم لكم لو سبا. وحنا جيناك من سبعات ورجال. مرحبا الله، مرحبا بنات مراكش. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. طيب تكلمي لنا شويه على السبا، وشنو المواد اللي تديروا، واش انت عندك شي تكوين وحاصله على شي دبلومات الى اخره؟ تكلمي. نعم سيدي، مرحبا بكم. راكم معنا في دار ليس في سبا لوتوس. بالنسبه لي برودوي اللي تنخدموا بهم تنخدموا بلي برودوي بوتانيكا كيف ما كتشوفوا هنايا. عندنا لي برودوي كوربوريل، الحمامات ولي ماساج. وي شكرا. نوريك بعدا لو سبا ديالنا كيف داير. انا نوريك دابا هنايا عندنا وي بيان سور. عندنا الحمام. هنا عندنا الحمام ديو. لا تقليدي بيان سور. حمام ديو. هنا 2 ديال الطبالي هنايا بهادي ديال بريمه. نسيت ليها، سمح لي. هي البرمه ديال الماء. دونك الحمام ديالنا تيكون بالصابون بالصابون البلدي، نهضر بالعربيه، بالصابون البلدي والغسول والكيس. عندنا لي برودوي باش كنخدموا حنايا. هذيك لا صال ديتونت، هذه ملي كيخرجوا الكليان تيرتاحوا تما. اييه هذه هي الجلسه فين تيكونوا. اييه تياخذوا لو جو ديالهم واتاي بالنعناع. وعندنا الحمام الانديفيدويال حتى هو، هذا ديال واحد. لا هما كلهم برايفيت. وي حيت رانا خدنا اليوم. اشنو هو الزبناء اللي تيجيو لعندكم بزاف؟ هادي كابين الماساج. لي كليون اللي كيجيو عندنا هو من العالم كامل، ولكن لا ماجوريتي ديال لي كليونتيل هي لي زاميريكان. المغاربه كاين شي شويه ولا عاد بداو؟ لا المغاربه قلال. ما تيجيوش بزاف. الاجانب اييه. الجنسيه الامريكيه اكثر. طبعا. شنو هو الجديد في هذا الشيء ديال السبا؟ غادي السبا دروكا اصبحت هي عالميه. واش انتم تبعوا المستجدات الجديده في هذا؟ دابا حنايا عندنا هنايا تنحاولوا نوسعوا السبا. الحمام المغربي تنحاولوا نعطيوه بواحد الطريقه اللي تكون مبسطه للكليان، حيت الناس ملي تيسمعوا حمام تجيهم شي شويه بيزار. كنحاولوا نبسطوا ليهم ليكسبيريونس في واحد الساعه المكان على حسب لاكارت ديالنا. كنحاولوا نبسطوا لهم ليكسبيريونس بلي سوان اللي اختاروا هما، ديري ليهم دي سوان ديفيرون ياك. وكنحاولوا نكونوا معاهم. هما غريبه عندهم داك الكيس ويحكوا داكشي. عندنا دي كوميرس بروفيسيونيل بيان سور تيتقبلوه، حيت قبل ما كيدخلوا يديروا لو سوان ديالهم تنعطيوهم واحد لو كيسيونير تنسولوهم فيه شنو بغاو، واش عندهم حساسيه، عندهم شي مشكل شي حاجه بيان سور، عندهم شي مشكل صحي
عاد باش هذا. والبنت اللي كتكون خدامه ضروري تتسول الكليان واش زعما بالنسبه للكوماج واش لا بريسيون واش بزاف ولا شويه هكايا. اذا نقدروا نقولوا بان يعني السبا عندكم ناجحه الحمد لله، ناجحه 100%. شكرا استاذ. مرحبا. راه في الطبقات لاكم درتيوها حنا ولا داروها هما؟ لا هما ويقد يكون كاع مازال ما قدرتوش نعرفوا زعما واش كاينه. ايوا راه بدينا كنعملوا هذا لا عندي باش نخدم اليوم. انا نعيط لهم انا نعيط لهم 3 ايام من هنا 3 ايام ندير باش نخدم صافي غادي عندي باش نخدم غير هنايا باش نقول كاين على دمو. بالنسبه للاطباق شنو عندكم السي مراد؟ دابا حنا راك عارف المغرب معروف بالاطباق المغربيه التقليديه بزاف، ولكن حنا في فاس معروفين بجوهره كناخذها كوم ديسير، هي بسطيله جوهره. كاين اللي كيقول لها بسطيله الحليب وكاين اللي كيقول لها جوهره من اللبن. بالنسبه هذه البسطيله ديال الدجاج كنديروهم صغيره بوغ اون بيرسون انديفيديال. وهنا الغني على التعريف هو الطاجين ديال اللحم بالبرقوق المغربي اييه واللوز وكل شيء. كنتمنى يعجبكم. شنو النوع الاطباق اللي عندكم بالنسبه للمأكولات نعاودوا نعرفوا؟ وي عندنا تطبيق يعني المأكولات المغربيه الفاسيه حقا اللي عندها لوريجين من اليهود المغاربه اللي كانوا عايشين عندنا. يعني البقوله كنديروا الطاجين اللحم بالبرقوق كما وريتكم، الدجاج المقلي بالمحمر كنديروا جميع الاطباق. اكزاكتومون شي بعض المرات شي اجتهادات ديال الشيف ديال المطبخ ولا الشيف اكزاكتومون. حيت عندنا دابا حنا ريستورون ماروكان انترناسيونال كنديروا اجتهادات في الانترناسيونال، كنحاولوا نغارديو داك المغربيه الحقه في لي طاجين ديالنا المغربيين. اما في الانترناسيونال كنديروا شويه د اجتهادات من ناحيه الديكور، من ناحيه كنزيدوا اضافات مغربيه بحال الزعفران كنزيدوه في لي طاجين، الزعفران الحر، وكنزيدوا المزهر شي حاجه اللي مغربيه باش اكزاكتومون باش الناس ملي يجيو لفاس يحسوا براسهم كياكلوا ماكله ديال فاس. اذا غادي نقول بان جميع الاطباق المغربيه عندكم هي اطباق مغربيه اصيله. اكزاكتومون كنديروا مجهودنا باش نحافظوا على الثقافه ديالنا المغربيه. الله يحفظك. اذا قبل ان نختم هذا اللقاء التواصلي بمدينه فاس مع مجموعه من الشباب اللي عندهم واحد التجربه، عندهم واحد الطموح، عندهم واحد الاراده قويه في تجويد المنتوج السياحي والخدمات في البحر. وهذا دال انه كاين رغبه وكاين واحد الخطه استراتيجيه واعده لتسويق هذه الرياضات. حنا في الرياض ليس بطبيعه الرياض ليس هو رياض فتي، ولكن استطاع في فتره وجيزه باش يأسس واحد الخريطه وتتموقع في السياحه الوطنيه ولما لا الدوليه. قبل ما نختموا غادي ندوز عند الاستاذ مراد وغادي نتكلم معك حول التنشيط السياحي. داكور. اولا وقبل اخيرا يعني قبل ما نختموا كنشكرك على هذه الاستضافه هذه وعلى هذه الفرصه اللي عطيتينا اننا نهضروا شويه على السياحه فاس اللي عندنا عليها غيره. في الصراحه كنديروا مجهودنا اكثر من القياس باش نحققوا الرغبات ديال الكليون ديالنا. وكما كتعرف ان مدينه فاس هي اقدم مدينه في المغرب 12 القرن تبارك الله وفيها ما يتشاف، ولكن مهمله شويه من ناحيه الحكومه ومن ناحيه السياحه. ما كيجيو الكليون اكزاكتومون مهمشه بطريقه كبيره. يعني الناس ملي كيجيو كيخليوها غير سياحه دو باساج، سياحه عابره اكزاكتومون دو باساج، كيدوزو مع عندنا انويتي كيشوفوا لا مدينه ابخي ما كيلقاو ما يشوفوا. بغيناهم زعما يعنوا بها شي شويه يديروا الترميم للمدينه القديمه، يديروا لي لوازير في الناس، يديروا الترفيه اكزاكتومون وان شاء الله هي راه كتساهم في المدخول الخام الاقتصادي للدوله. يعني راها مركزه بزاف وكيخدموا فيها عائلات بزاف تبارك الله. حنا غير فاس اباغ لي زوتيل عندنا غير رياضات 9000 رياض تبارك الله. دونك 9000 رياض راه كل رياض حنا نديروا فيهم غير 10 الناس خدامه، راه مخدمه، راه هز الاقتصاد ديال مدينه فاس. يعني مدينه فاس كتركز على السياحه فقط. يعني لما اهتميناش بها راه الناس بزاف اللي غيضيعوا في رزقهم. شكرا. كنتمنوا ان شاء الله نشوفوا يعني يهتموا بها في المستقبل وما يكون غير خير ان شاء الله. اكزاكتومون الفاعلين السياحيين اكزاكتومون خصوصا الوزاره الوصيه
تبارك الله سيدنا راه بدا الترميم في المدينه القديمه، كنتمناو غير يكملوا في المجهودات اللي يسير بها ويكون غير خير تاخذ نصيبها ان شاء الله. بحال مراكش ان شاء الله. نخليك مع الاخت شيماء. مرحبا. بالنسبه لمدينه فاس مدينه عتيقه صراحه، فيها بزاف ديال الاماكن اللي هي مهمشه وتحتاج انها ترميم وتحتاج ان الزوار يمشيو يزوروها يشوفوا فيها. تنشكركم على الزياره ديالكم لمدينه فاس، وكتلقيو مرحبا والف مرحبا اللي كتلقيو الضوء على مدينه فاس، وعن طريقكم كتوصل الكلمه ديالنا للسلطات المسؤوله. وتنتمنى ان مدينه فاس تزيد القدام، وتنتمناو يكونوا عدد لوغمونطاسيون تاع المرافق الترفيهيه للسياح، لان السياح كيجيو عندنا لمدينه فاس كيجلسوا نهار يومين ما كيلقاوش فين يمشيو. محتاجين حنا في فاس محتاجين مرافق ترفيهيه، فضاءات للسياح اللي قدوا فضاءات السياح اللي يقدوا يجلسوا يقدوا فضاءات ترفيهيه للسياح. وكذلك محتاجين فنادق جديده، لان فاس القدره الاستيعابيه ديالها مازالت ضعيفه. مثلا عندنا في لا اوت سيزون اكتوبر افريل ماي كاع الفنادق كومبلي، سيتادير دي كليون كيبغيو يجيو لفاس ما كيلقاوش فين يمشيو. كنتمناو ان في افق 2030 ولا يكون قبل، نتمناو قبل، علاش لا، نتمناو ان فاس تزيد القدام. وشكرا مره ثانيه للاستضافه. احنا بدورنا تنشكركم وتنشكر الشباب بطبيعه الحال، السي مراد، تنشكر الاستاذ. شكرا لك استاذ شيماء وجميع المسؤولين والمشرفين على المعلمه. مرحبا بكم. هي معلمه سياحيه ناجحه بكل المقاييس، وراه على واحد الخطه كبيره وغادي تنجح بفضلكم وبفضل الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله. ولكم التوفيق والى اللقاء. شكرا استاذ، مع السلامه.